كنا في المجالات نوزع 50 جايزة. هنا في منشية مبارك هذه البلدة الصغيرة رغم صغرها إلا أن أعلم أن حبها في قلبه كبير، فعندما نطلب 100 جايزة كان يتفضل بل ويطلب المزيد، وهذا على مدار 3 سنوات لم يفعلها أحد من الذين وقفنا وراءهم، وحصلت بيننا مشاكل بسبب هؤلاء الناس فتركونا بعد انتهاء مصالحهم. إنما أعلم أن هذا الرجل لم تكن له مصلحة ولم يريد مالا، فقد أعطاه الله والحمد لله، إنما يريد ذلك إسعادا لكم. وأعلم أن في نفسه عندما يعطي أثر السعادة في قلبه، فهذا هو طبع الأصول والناس الطيبة بالفطر. العمل الثالث فقد تكفل قبل ذلك بإيجار الملعب لمدة 4 سنوات متتاليين، وهذا لم يحدث، لم يكن له في ذلك الوقت أي منفعة، لم يقدم هذا العمل من أجل أي شيء. فدفع السنتين الأولين 10,000، السنتين الثانيين عندما علم أن هذا الملعب إيجاره انتهى جاء ولم يكن سأقوم بعمل ذلك، بل دفع المال أمام أعينه. العمل الثالث، العمل الرابع، تكفل أمام حضراتكم للمرة الرابعة، المرة العاشرة، فأعلم أنه يحب الخير ونسمع عنه كثيرا، فقد سمعنا عنه قبل أن نراه. دفع للفور عندما طلبت منه المدرسة الابتدائي والمدرسة الإعدادي كاميرات، والكاميرات دي المفروض المدرسة بتجيبها من جيب أولياء الأمور تبرعات، ونحن نعلم أن أهلنا في هذه البلدة لم يكن بمقدورهم أن يدفعوا هذه المبالغ، ولن نستطيع أن نطلبها منهم لأننا نعرف مقدرته. فقام عندما علم على الفور بدفع مبلغ 2000 جنيه قيمة تركيب الكاميرات في المدرسة الإعدادي والابتدائي على نفقته الخاصة. هذه نماذج لبعض أعمال، فنحن قد حاولنا أن نطلب أكثر، فكلما نريد يعطي لنا، وكلما نريد يعطي لنا في الحال. هذا بالفعل هو طبع القراء، هذا بالفعل هو طبع القراء. لا تأخذوا على محمل من الأخوة الذين كانوا يريدون أصواتنا أو يريدون عزوة بوقت الانتخابات والموضوع منتهي، إنما هذا الرجل جاء إليكم مقدما لكم الخير قبل أن يطلب أي شيء، فلنحييه جميعا. ولا ننسى هذه النوعية من البشر التي تكاد تكون بقلوبها النقية أطيب أهل الأرض. هذه النوعية تحب العطاء، هذا الرجل يحب العطاء.